مالكش ماكلش. والله المدرب ده احنا سمعنا عنه كل خير، بس بيقولوا غالي كتير جدا، مبلغ يعني حرام، يعني اللي بياخدوا ده بيقولوا ياخدوا مليون جنيه في الشهر، حرام. يعني بياخدوا مبالغ، يعني الاولى بيها المدرب المصري يعني. بخاري حاجة، بخاري وخماسي، بخاري وخماسي، بخاري وخماسي. اكيد الاهلي حديد طول عمره، مش فارق معاه اي حد، هو الاهلي بيلعب لوحده. هنولع في العمارة، هنولع في الحارة. مدرب الاهلي الجديد بس كان في مشاكل ما بينه وما بين احمد حسام غالي، فعلى كده هيبقى في دروب في النادي الاهلي، والاداره لازم تبقى لازم تبقى تمام. فالاداره لازم تبقى تتفق الاول زي الفرق الثانيه. احنا مش عاوزين نبص للفرق الثانيه زي الزمالك زي غيره، بقى في دروبات بيسيبوا الدوري بيخرجوا من الدوري زي مرتضى منصور وزي غيره وزي غيره. يعني احنا عاوزين في النادي الاهلي استقرار، هو معروف من الاساس ان النادي الاهلي اساسا استقرار. انا عايز جمله مفيده، قول لي جمله مفيده عشان افهمك. خدنا الدوري بيه السنه اللي فاتت كمدرب اجنبي، واحنا مصريين يعني المدربين المصريين ما شفناش منهم حاجه يعني. الزمالك محتاج رئيس نادي بصراحه. على مرتضى بخ. هتوحشنا والله، والله هتوحشنا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هو بعيد عنك، داخل عينيه مغربه وشكله ابن موت.